السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. معكم مستر أحمد الفرماوي ودرس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله يا شباب معانا النهاردة درس تاريخ اللي هو الدرس التاني بعنوان الوحدة بين أقاليم مصر القديمة. الدرس دوت يا ولاد بيتكلم على ازاي الشعب المصري حقق الوحدة بين أقاليمه. هل الوحدة دي اتحققت في يوم وليلة؟ لا، ده كان في مراحل وكفاح لتحقيق الوحدة. نبدأ مع بعض ونعرف معلومة جميلة ان الشعب المصري هو اول شعب حقق الوحدة، واكد ان الوحدة والاتحاد هما الطريق الى بناء حضارة عظيمة. يبقى اول شعب حقق الوحدة في تاريخ مصر القديمة كله، او في تاريخ العالم القديم كله، كان الشعب المصري القديم. طيب، مراحل بقى تحقيق الوحدة في مصر الفرعونية، يعني ازاي بلدنا الجميلة مصر دي اتوحدت وبقت بلد واحدة ولها رئيس واحد ولها جيش واحد. نبدأ بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى من مراحل تحقيق الوحدة هي ايه؟ نشأة القرى والمدن. المرحلة الأولى هي نشأة القرى والمدن، لما الإنسان عاش على الوادي أو في وادي النيل وكون القرى والمدن. بعد كده تكوين الأقاليم، القرى والمدن اتسعت وكونت أقاليم. بعد كده تكوين الممالك، زي ما احنا قلنا مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وبعد كده تكوين الوحدة الأولى. كل ده هنشرحه بالتفصيل، بس أنا حبيت في البداية كده أعرض لكم النقط اللي احنا هنتكلم عليها فين في الدرس. وبعد كده انقسمت الوحدة الأولى دي، فشلت يعني، وانقسمت تاني البلاد إلى مملكتين، اللي هم كانوا مملكة الشمال ومملكة الجنوب. تمام. بعد المرحلة الأولى بتيجي المرحلة التانية بقى، اللي هي مين؟ الوحدة على يد الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد. دي النقط اللي احنا هنتكلم عليها في الدرس بتاع النهاردة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بالمرحلة الأولى، وهي أول جزء فيها اللي هو نشأة القرى والمدن. أول حاجة عملها المصري القديم لما عاش على وادي النيل وبعد ما استقر وعرف الزراعة، قام ببناء يا شباب؟ ببناء المساكن، وكون العائلات والقبائل. يبقى بعد استقرار المصري القديم في وادي النيل كون عائلات وقبائل، بقى ليه عيلة وقبيلة بينتمي إليها. والبيوت كترت يا أولاد، وبعد كده بقت قرى. يبقى لما البيوت كترت، كثرت المباني، تكونت القرى. ثم لما القرى بقى كترت وبقت اكتر من قرية، اتجمعوا مع بعض وبقوا مدينة، ونظموا بقى حياتهم وفق عادات ونظم وقوانين. يبقى لما اجي اقول لك المصري القديم نظم حياته ازاي، تقول لي وفقا ثلاث حاجات: عادات ونظم وقوانين. وطبعا كانوا بيحرصوا على تطبيقها واحترامها، يعني بيحترموا العادات دي وبيحترموا القوانين دي، مش اي حد يخالفها. تمام يا شباب. بعد كده اتخذت كل قرية وكل مدينة معبودا لها، وكانت المعبودات عند المصري القديم من قوى الطبيعة، زي الشمس، كانوا بيعبدوا الشمس، او بعضهم كان بيعبد نهر النيل، بعضهم كان بيعبد طائر من الطيور. ودي بتيجي تقولك اكمل من المعبودات التي كان يؤمن بها المصري القديم، اقول له الشمس او النيل او بعض الطيور. يبقى المرحله الاولى دي اللي هي كانت نشأة القرى والمدن، ده رقم واحد في المرحله الاولى. رقم اتنين في المرحلة الأولى برضو هو لما القرى والمدن بقت تسعة، تكونت الأقاليم. يبقى اما اجي اقول لك كيف تكونت الأقاليم، تقول لي او تكونت الأقاليم عن طريق اتحاد نقط ونقط، تقول لي عن طريق اتحاد القرى والمدن. يبقى الأقاليم اتكونت من اتحاد القرى والمدن. تكونت الأقاليم بقى، وكان لكل إقليم 5 حاجات قلناهم: حاكم، معبود، عاصمة، جيش، وشعار. يعني كل إقليم بيبقى ليه حاكم. تخيلوا بقى، شوفوا كان كام إقليم في مصر، أكتر من إقليم، يعني مصر كان ليها أكتر من حاكم. ده ينفع؟ أكيد ما ينفعش. كل إقليم ليه معبود خاص بيه، كل إقليم ليه عاصمة، والمفروض تبقى عندنا عاصمة واحدة. كل إقليم ليه جيش، وإحنا المفروض يبقى عندنا جيش واحد. وكل إقليم ليه شعار. فطبعا ده كله ما ينفعش. كده كانت البلد في حالة تفرق وانقسامات. تمام يا شباب. بعد كده بنكمل برضو المرحلة الأولى، وتالت حاجة تكوين الممالك.
الأقاليم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها دي اتحدت مع بعضها وكونت مملكتين. من أول هنا بقى يا شباب دي أهم حاجة في الدرس، وننتبه مع بعض كويس قوي عشان الجزء اللي احنا هنشرحه الجاي ده هو اللي بيجي منه أكتر الأسئلة. أول حاجة مملكة الشمال، تمام، ودي كانت في الوجه البحري. فين الوجه البحري ده يا مستر؟ اللي هو فوق كده، اللي هو الدلتا والبحر المتوسط. ومملكة الجنوب دي كانت في الوجه القبلي اللي هي تحت الدلتا على طول، اللي هو خط الصعيد او وادي النيل، بنقول عليه بنقول عليه الوجه القبلي. تمام يا شباب، ركز في الجدول ده عشان بيجي في الامتحان كده مقارنة ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب، وسهلة وانتوا حافظينها وقايلينها كذا مرة مع بعض. مملكة الشمال لها عاصمة اسمها بوتو، يبقى عاصمة مملكة الشمال بوتو. اما عاصمة مملكة الجنوب هي نخب. طيب بوتو دي حاليا دلوقتي يعني مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ. دي معلومة تبقوا عارفينها يعني فين بوتو حاليا يعني. وقرية مدينة او مملكة نخب دي كانت موجودة حاليا، مكانها دلوقتي يعني مدينة ادفو اللي هي موجودة في اسوان. يعني مملكة الجنوب دي كانت عاصمتها في أسوان، ومملكة الشمال دي كانت عاصمتها في كفر الشيخ. طبعا دي مش هتسأل فيها، دي معلومة تبقوا عارفينها بس. أهم حاجة عندي تبقى عارف إن مملكة الشمال عاصمتها بوتو، ومملكة الجنوب عاصمتها نخب. لون تاج مملكة الشمال كانوا بيحبوا الأهلي فخدوا اللون التاج أحمر، نفتكرها بكده إن هما أهلاوي. أما مملكة الجنوب زمالك بيحبوا الزمالك فخدوا لون التاج أبيض. تمام يا شباب. والشعار بتاع مملكة الشمال كان نبات البردي، وشعار مملكة الجنوب كان زهرة اللوتس. ومعلومة كده برضو ان كان المعبود بتاع مملكة الشمال هو ثعبان الكبرى، ومعبود مملكة الجنوب كان أنثى النسر. نركز في الجدول ده كويس يا شباب. لسه بنكمل المرحلة الأولى وبنقول إن قامت عدة محاولات لتوحيد المملكتين. احنا كده ماشيين واحدة واحدة اهو، قلنا القرى والمدن، وبعد كده الأقاليم، وبعد كده البلد اتقسمت مملكتين، وبعد كده دلوقتي بنقول إن في عدة محاولات لتوحيد المملكتين اللي هم يعني مملكة الشمال والجنوب. ونجحت محاولة كده من مملكة الشمال في توحيد البلاد سنة 4242 قبل الميلاد، وكانت عاصمة البلاد في الوحدة الأولى هي مدينة أون. مدينة أون دي اللي هي عين شمس دلوقتي حاليا كده عين شمس. يبقى ممكن يجي لي أكمل ويقول لي عاصمة البلاد في الوحدة الأولى، أقول له مدينة أون. كل سؤال أنا قلت لك ممكن يجي ركز فيه عشان ما تتوهش في الدرس. درس سهل وكله معلومات أكمل واختر، مش حاجة يعني صعبة قوي. تمام يا شباب. بعد كده انقسمت البلاد سريعا مرة أخرى إلى مملكة الشمال ومملكة الجنوب. يبقى الوحدة الأولى دي فشلت، قعدوا شوية كده بلد واحدة، وبعد كده فشلت. كده المرحلة الأولى خلصت من مراحل تكوين الوحدة. المرحلة التانية بقى اللي هي ظلت فيها الوحدة ونجحت فيها الوحدة هي وحدة الملك مين يا شباب؟ الملك مينا هو اللي قدر يوحد البلاد، والوحدة بتاعت الملك مينا دي استمرت لحد ما انتهى التاريخ الفرعوني. البلد كانت متوحدة. الملك مينا بقى، خرج الملك مينا من مدينة طيبة. مدينة طيبة دي يا ولاد اللي هي الأقصر دلوقتي حاليا، يعني الأقصر زمان كان اسمها طيبة. هو ده اللي خرج منها الملك مينا، وجهز جيش قوي وراح حارب مملكة الشمال، ونجح في ان هو يوحد مملكتي الشمال والجنوب. بنقول عليه مينا موحد القطرين سنة 3200. تمام يا شباب. طيب ايه هي اهم انجازات بقى الملك مينا؟ رقم 1، نجح الملك مينا سنة 3200 في توحيد البلاد. زي ما قلنا وحد البلاد سنة 3200. تاني حاجة بنى مدينة من نفر اللي احنا بنقول عليها العرب سموها منف. تمام. المدينة ديت كانت بتطلق عليها المدينة ذات الأسوار البيضاء، لأن الأسوار بتاعتها من بره كان لونها أبيض. طيب بيجي لي سؤال بقى هنا، نركز بما تفسر. بنى الملك مينا مدينة من نفر، أقول له لتكون عاصمة للبلاد. بعد كده كون جيش قوي، برضو بما تفسر أقول له لحماية وحدة البلاد. بعد كده أسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر، يعني أول ملك كان بيحكم مصر لما توحدت، ولبس التاجين، تاج مزدوج، تاج مملكة الشمال ومملكة الجنوب الاتنين مع بعض، عشان كده بيطلق عليه صاحب التاجين وملك الأرضين. وسجل بقى الملك مينا انتصاراته على لوحة نرمر.
ده اهم النقاط بتاعة الملك مينا. لحد هنا انتهى الدرس. نتقابل ان شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.